السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة مطبخ جيداء. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي صحة جيدة وأحسن الأحوال. اليوم إن شاء الله غادي نشارك معكم طريقة تحضير كيك البرتقال، كيك الليمون، وقتو دابا متوفر في الأسواق. كيك اللي كيجي زوين زوين بزاف وكيجي هشيش ومفشفش. غادي نشارك معكم إن شاء الله جميع الطرق باش ينجح معكم من أول تجربة. نخليكم مع الفيديو مع طريقة التحضير. ما تنسوش الى عجبكم الفيديو تشجعوني وتخلوا لي تعليق زوين بحالكم، وما تنسوش لايك وتضغطوا على جرس الاشتراك باش يبقى يوصلكم كل جديد القناة ديالي. فرجة ممتعة. نبداو على بركة الله. بالنسبه للمقادير، هنا عندي 4 ديال البيضات حجم غير صغير. الا كان عندكم البيض حجم كبير ديروا 3. عندي السنيده، الزيت، العصره الليمون نفس القياس. هنا كيسان نفس قياس العنبه، ما تعمروش الكاس حتى ممكن ما ممتلئش كامل. عندي قشوره الليمون، عندي البافون، 3 الخمارات فاني. غنخلطوا البيض والسنيده هو الاول. هنا ما تصورش ليا هاد المرحله. المهم كتخلطوا البيض والسنيده مزيان بالفوي. عاد فاش كتزيدوا الزيت غادي نضيفوا العناصر السائله هما الاولين. تقدروا تخلطوا بالخلاط الكهربائي ولا تخلطوها في العجانه. باش ما عجبكم ماشي مشكل، انا كنكتفي غير بالفوي نفس النتيجه. المهم المرحله الاولى تخلطوا البيض والسنيده مزيان. عاد فاش كنضيفوا العناصر المتبقيه الزيت وغادي نضيفوا الليمون وقشور ديال الليمون. المهم العناصر السائله هي الاولى. عاد فاش غادي نضيفوا الدقيق وغادي نضيفوا الخمارات. صافي دابا غادي نضيفو الدقيق بعد ما خلطنا العناصر السائله كامله. هنا غربلت الكاس الاول ديال الدقيق، غادي نزيد عليه غادي نخلطو، غادي نزيد الخمارات وغادي نضيف الكاس الثاني. بالنسبه لهاد المقادير ديال الكيك راه خداو ليا 3 ديال الكيسان ديال الدقيق. المهم نتوما كتشوفوا عينكم ميزانكم، كتخلطوا الخليط ما يكونش خفيف وما يكونش ثقيل بزاف. على حساب تتشوفوا نتوما القوام ديال الكيك. المهم بالضبط المقادير خدات ليا 3 ديال الكيسان بالضبط. صافي ها هو الكيك دابا ديالي جاهز. غادي نضيف ليه البافو وغادي نخلطوه. هنا كتشوفوا المول عندي دهنته بالزبده ورشيته بالدقيق. تقدروا ديروا اي مول متوفر عندكم، نتوما كتحكموا في الشكل ديال الكيك كيفاش بغيتو يكون. صافي هنا ضفت الخليط ديال الكيك ديالي. اخر حاجه كنضيفها هي البافو. كنخلط واحد 2 تخليطات غير خفاف صافي وكنديروها طيب. كي كتشوفوا هنا انا شويه مسرعه الفيديو ما بغيتوش يجي طويل بزاف. هنا بعد ما طاب ليا الكيك ديالي كنقلبو. شوف كي كيجي الشكل ديالو. المهم راه كتجي منفوخه ما كيبانش الشكل ديالها مزيان. صافي دابا غادي نقلبها في صحن ديال التقديم وغادي نشارك معكم باش غادي نزين هذا الكيك. راه كيجي ناجح هذا الكيك، كيجي مفشفش وكيجي بنين. غير جربوه على حسابي. المهم انا غادي نقلبها بغيت نزينها على الوجه الخلفي ديالها. كيكون من الاحسن. المهم نتوما التزيين كيبقى على حسب الذوق ديالكم. تقدروا تخليوه غير هكاك على حساب نتوما شنو كتبغيو. المهم بغيت نشارك معكم هاد الصلصه اللي حقاش انايا ما صورتهاش، نسيت في الحقيقه. المهم هنا عندي كال ديال الليمون وعندي معلقه ديال السنيده ومعلقه صغيره ديال النشا. كنخلط كل شيء فوق البوطه تنبقى نخلط حتى كيعقد لي الخليط ديالي كي كتشوفوا. كنفرغوا فوق الكيك. هاد الصلصه كتجي بنينه بنينه بزاف، بالاخص الا كان عندكم الليمون حلو ما يكونش حامض. كتجي واعره، كتجي زوينه وكتواتى مع هاد الكيك بلوغو ديال الليمون. كتجي زوينه خطيره. صافي كي كتشوفوا كنزينها. غادي نزين بقطع ديال الليمون وغادي نرش من الفوق القليل من البافون وصافي هذا هو الكيك ديالي. المهم كي كتعرفوا نتوما راه التزيين كيبقى على حسب الاختيار، كيبقى على حسب الذوق ديال الواحد. كل واحد كيتفنن بالطريقه اللي بغا. والكيك ديال الا كانت شي مناسبه راه كنتزينوا فيه كنتفننوا فيه. الا كان هكا غير الدار والوليدات راه تقدروا تكتفوا به غير عادي. المهم التزيين كيبقى على حسب الذوق ديالك.
صافي، وهذه هي النتيجه النهائيه ديال الفيديو. المهم انا راه في البدايه ديال الفيديو شاركت معكم، قطعته شاركت معكم كيفاش كيجي من الداخل، ما بغيتش نعاود نفس المقطع. راه كتشوفوا كيجي مفشفش وكيجي هشيش وكيجي زوين. هذوك الحبيبه ديال البافو كنديرهم في الكيكه من الداخل، كيعطي واحد المنظر مبدل وزوين وتا في المذاق. كتجي كتحس له بواحد شي حاجه كتقرمش واحد شويه. والبافو كتعرفوا ما عندوش شي لوغو خاص، كيبقى اللوغو ديال الكيك هو اللي طاغي، ولكن كتبقاو تحسوا بشي حاجه مبدله في الكيك. ايوا نتمنى لكم فرجه ممتعه، ونتمنى الفيديو ديال اليوم يكون نال التعليق ديالكم. ما تنساوش تخلوا لي لايك وابوني لاول مره غير في القناه.